في لحظة معينة هتصحى فجأة وتحس إنك كنت عايش بس مش حي بجد. كنت بتضحك، بتتحرك، بتخرج، بس جواك بتنهار في صمت. كنت بتضيع وقتك، بتضيع عمرك، والأصعب إنك بدأت تتعود على الحياة دي. بتأجل وتندم وتقول لنفسك هبدأ بكرة، بس بكرة ده عمره ما بيجي. وفي يوم معين هتكره النسخة القديمة منك، وتحس إنك يا تتحرك دلوقتي يا هتنطفي للأبد. وهنا بتبدأ كل حاجة تتغير. الفيديو ده مش تحفيز مؤقت، ده انذار حقيقي. تحدي نفسي مدته 30 يوم، مدروس ومجرب، مهمته يمسح أسوأ نسخة منك ويعيد بنائك خطوة بخطوة. بس في شرط واحد، شوف الفيديو لحد الآخر، علشان التغيير مش بيبدأ في الدقيقة الأولى، بيبدأ في الدقيقة اللي دايما كنت بتقف عندها. خليني أحكي لك عن صاحبي كريم. شاب هادي، كلامه قليل، بس عينيه كانت بتقول كلام كتير. من بره طبيعي، ومن جوه تايه زيي وزيك. كريم ما كانش فاشل، بس كان عايش في دايرة كل يوم بتتكرر: سهر، نوم متأخر، أول ما بيصحى يمسك موبايله ويضيع في الفيديوهات، وبعدين يندم ويقول هبدأ بكرة، بس ما بيبدأش. وفي يوم بكلمه قلت له كريم، في حاجة واحدة بس ممكن تكسر الدايرة دي، تحدي بسيط لمدة 30 يوم. اتحمس للفكرة وحب يعرفها وقال لي ايه هي. قلت له كل أسبوع خطوة واحدة بس، مش كبيرة بس حقيقية. المهم تلتزم حتى لو ما شفتش النتيجة على طول. وهنا بدأنا بأول أسبوع. ما طلبتش منه يبقى إنسان جديد، قلت له اختار عادة واحدة بس بتضيع وقتك يوميا وابدأ كسرها. قال لي أول ما بصحى بمسك الموبايل وأقعد أتصفح بالساعات. قلت له بس كده. التحدي بتاع الأسبوع ده: ما تبدأش يومك بالموبايل. قبل ما تمسك الموبايل ادي نفسك 20 دقيقة تعمل فيهم أي حاجة مفيدة: كتابة، رياضة، تخطيط ليومك، ترتيب أهدافك. اقرا حتى لو ما بتحبش القراية، اقرا صفحتين بس. في الأول كانت العشرين دقيقة دول صعبين، بس بعد كام يوم بدأ يحس بحاجة مختلفة: هدوء، إحساس بسيط بالإنجاز. وده المطلوب منك أنت كمان. في الأسبوع التاني بدأنا نشتغل على تنظيف دماغه من الفوضى. الشخص اللي بيفشل مش بيفشل لأنه غبي، هو بيفشل لأن عقله مشغول على طول، بيفكر في 100 فكرة في وقت واحد. وطبيعي إنه مش بينجز ولا واحدة منهم. تفكير في المستقبل، خوف من آراء الناس، قلق، لخبطة، كل دي عوامل تشويش داخلي. مهمتك كل يوم 20 دقيقة من غير أي تشتيت. مش تأمل، لأ، وقت بسيط هادي نضيف. اكتب أفكارك، امشي من غير موبايل، فكر. مش مهم تعمل ايه، المهم تسمع نفسك كويس وتحدد هدف واحد بس له الأولوية عندك في الوقت الحالي، وابدأ في تحقيقه حتى لو بخطوات صغيرة. مع الاستمرارية صدقني هتوصل. الأسبوع الثالث بدأنا نشتغل على الانضباط. مش مطلوب إنك تتحمس، مطلوب إنك تلتزم. الفرق بين الناس اللي بتنجح واللي بتفشل: الناجحين بيعملوا اللي عليهم حتى لو مش حاسين بالحماس. ببساطة، ابني عادة يومية صغيرة لمدة 7 أيام ورا بعض. ممكن تكون 15 دقيقة في اليوم تتعلم حاجة جديدة، ترتب مكتبك، تكتب خططك بإيدك، أو حتى تسأل نفسك كل ليلة أنا أنجزت إيه النهاردة. ده بيعيد برمجة عقلك، وعقلك هيبدأ يساعدك بدل ما بيقاومك. الأسبوع الرابع من التشتت للتركيز الحديدي. كريم قال لي أنا عرفت أنا عايز إيه، بس مش قادر أركز. وده طبيعي. مشكلتك مش إن تركيزك ضعيف، مشكلتك إنك عايش في بيئة مصممة تدمر تركيزك. موبايل، إشعارات، فيديوهات قصيرة. دماغك اتبرمج على القفز من فكرة للتانية. الحل: كل يوم 30 دقيقة تركز في مهمة واحدة بس. اقفل موبايلك، ابعد عن الضوضاء، اختار مكان هادي وابدأ. السر مش في مدة الوقت، السر في نقاء الوقت. وبعد 30 يوم كريم فتح أول مشروع في حياته. كان كافيه بسيط، كان بيحلم بيه من سنين، وأنا كنت أول زبون. وقال لي أنت أول واحد غير فيه حاجة حقيقية. الخلاصة: مش مطلوب تبقى خارق، مطلوب تبدأ بخطوة. خطوة واحدة، عادة واحدة، قرار واحد ممكن يغير حياتك كلها. لو لقيت نفسك في الكلام ده، ابدأ التحدي ده وخلي التغيير يبقى حقيقي. عايزك تكتب لي في الكومنتات ايه أول عادة ناوي تكسرها من بكرة، وشير الفيديو ده لحد من أصحابك انت حاسس انه هيفيده. وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان تشوف الجديد. سلام.